هندور وندور ونلف ال7 بحور ونجيب لكم قصص من الخيال. هندخل مع أصحابها ونعيش جواها. بس قبل ما نبدأ ونقول يلا بينا نصلي على الرسول. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في قديم الزمان كان في قلعة قديمة في أعماق الغابة الكثيفة، وكانت بتعيش فيها ساحرة عجوزة كان بإمكانها تتحول لأي شكل. كانت بتحب تطير وهي بشكل بومة، أو تمشي في المدينة على شكل قطة، لكن في الليل كانت بترجع لشكلها الحقيقي من تاني. كانت دايما بتقول أنا بتمنى أتخلص من التجاعيد والشعر الأبيض، لكن ده ما حصلش. وفضلت الساحرة عجوزة قاعدة في قلعتها غضبانة، ولو حصل وقرب أي شاب من قلعتها يتحجر في مكانه وما يقدرش يتحرك لحد ما هي تحرره. ولو قربت أي شابة من القلعة كانت بتتحول لطائر وتحبسها الساحرة في قفص. كان عندها الكتير من الأقفاص في قلعتها المليانة بالطيور الجميلة. كانت هناك شابة اسمها جوريندا، كانت جميلة. وكان فيه شاب اسمه جريندل راعي الأغنام بيحبها، وكانوا هيتجوزوا. في يوم وهم بيتمشوا في الغابة قالت جويندا الغابة دي جميلة جدا. رد عليها جوريندل وقال لها فعلا، لكن علينا إننا نحذر وما نقربش من القلعة دي. لكن البنت من غير ما تحس دخلت ووصلت لقمة الجبل. كان الجو جميل، وأشعة الشمس وقت الغروب كانت بتخترق قمم الأشجار العالية، وبعدين تسقط على الأرض الخضراء. وكانت الطيور بتغرد على الأغصان. قعدت البنت تستريح وقعد الشاب جنبها. حسوا الاتنين بالحزن. قالت البنت أنا مش سعيدة، وقال الشاب أنا حاسس إني هفتقدك. ردت عليه وقالت يلا نرجع البيت. دوروا مع بعض على طريق العودة للبيت، لكن كانوا ضايعين مش عارفين الطريق منين. قال الشاب ايه ده، احنا ضعنا. غربت الشمس بسرعة، وبص الشاب وراه فجأة لقى نفسه قرب من أسوار قلعة الساحرة الشريرة. حس بالرعب وبص لحبيبته وشافها بتتحول لطائر البومة وطارت فوق منه. وبعد غروب الشمس جه الليل المخيف، واختفت البومة جوه شجرة. وبعدها خرجت الساحرة العجوزة بعينيها المخيفة وقالت رائع، أصبح عندي طائر جديد في مجموعتي. رددت بعد الكلمات ومسكت الطائر ومشت وحطته في القفص. شاف الشاب المسكين اللي حصل لحبيبته. بعد شوية رجعت الساحرة وغنت بصوت يشبه صوت الحصان، وفجأة لقى نفسه واقع على الأرض قدام الساحرة. ترجاها إنها ترجع له حبيبته. ضحكت الساحرة
ضحكة شريرة وقالت: انت مش هتشوفها تاني أبدا. قال الشاب: أنا مش هقدر أعيش من غيرها، أرجوك حرريها. لكن كلامه ما أثرش فيها، وسخرت منه ورجعت للقلعة مرة تانية. كان الشاب بيبكي من شدة الحزن، لكن كان فات الأوان، وبما إنه مش هيقدر الرجوع لبيته، راح لقرية غريبة وعمل فيها راعي أغنام، وكان دايما يدور حوالين قلعة الساحرة من غير ما يقرب منها، لكن من غير فايدة. مقدرش يعرف أي شيء عن حبيبته. وفي ليلة حلم إنه لقى وردة جميلة، وكان في وسطها لؤلؤة في غاية الجمال، فقطفها وأخدها في إيده وراح للقلعة. كانت الوردة بتكسر كل القيود. وقتها شاف حبيبته، كانت الساحرة خايفة من اللؤلؤة. وفي الصباح صحي الشاب من نومه وكان حاسس بالأمل. بدأ يدور فوق التل على الوردة دي، دور كتير من غير فايدة، لكن في اليوم التاسع لقاها وقطفها وأخدها وسافر أيام طويلة لحد ما وصل للقلعة وقرب منها، لكن ما تحجرش المرة دي. وفجأة لقى نفسه على باب القلعة. كان سعيد جدا بالنتيجة اللي وصل لها. أول ما لمس الباب اتفتح، أصبح في حديقة القلعة. دخل لحديقة القلعة وسمع صوت غنى الطيور. فضل ماشي لحد ما وصل لغرفة الساحرة. شاف مئات الطيور بتغني داخل أقفاص كتيرة، وأول ما شافته الساحرة غضبت جدا. جرت الساحرة ناحيته، لكن ما قدرتش تقرب منه لأن الوردة كانت بتحميه. بص للطيور في حيرة، كانت عددهم كبيرة جدا. وقف يفكر ايه اللي يعمله مع الساحرة. وفي وقت ما كان بيفكر يعمل ايه، شاف الساحرة بتاخد قفص جميل وبتحاول الهروب من الباب في هدوء. جري وراها ولمس القفص بالوردة. فجأة شاف حبيبته بعد ما حررها، بدأ يلمس كل الأقفاص بالوردة. رجعت الفتيات لطبيعتها. بعد كده رمى اللؤلؤة على الساحرة. اتحولت الساحرة لطائر، مسكها بسرعة وحبسها في قفص. رجع الشاب وحبيبته مع بعض واتجوزوا وعاشوا في سعادة وأمان بعد الساحرة ما أخدت جزاءها. وبكده خلصت قصتنا. هتوحشوني جدا من النهاردة لحد القصة الجاية. بحبكم جدا في الله. مع السلامة في يوم جديد وقصة جديدة إن شاء الله.